السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن فيروس إيبولا وآخر التطورات وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا، وهل في موسم الحج حالات بالفعل، وهل انتشر، ولو لينا حد في الحج ورجع نروح نزوره على طول، ولا نعمل إيه لو ظهرت علينا الأعراض ولقينا أعراض نعمل إيه، ومفيش وباء ومفيش عفوا علاج ومفيش لقاح. كل ده هنعرفه دلوقتي إن شاء الله. بس في البداية هنروح الأول لرافائيل نادال اللي هو أسطورة التنس الأسبانية. الراجل دوت هو حصل على 22 لقب، وهو أسطورة التنس في العالم كله، وهو أسباني الجنسية. هو طبعا كان الموضوع كان أثار ضجة شوية على السوشيال ميديا بعد ما نتفليكس نزلت يعني فيلم وثائقي عنه وعن المرض النادر اللي جاله، وإزاي كان بيعاني منه من فترة طويلة من ساعة ما كان سنه صغير حوالي 12 أو 14 سنة. وهو إيه المرض دوت اللي أصابه وأثر عليه إزاي. هو دوت هو مرض نادر اسمه متلازمة مولر فايس، وهو دوت بيأثر على القدم من تحت، وهو بيسبب فيها يعني زي التهاب. ممكن هو بيقلل طبعا، هو ممكن في المراحل المتطورة ممكن تؤدي ان العظام بتاعة القدم تتفتت. هو ده مشكلة المرض. هو مرض نادر وهو مزمن وللأسف غير قابل للشفاء، مفيش أبحاث كتير عنه اللي هو مرض نادر، وده بيؤدي لخسارة الأوعية الدموية في القدم، وممكن طبعا يتطور أكتر ويوصل إلى التهاب في المفاصل. ده تقريبا بيصيب الناس من سن 40 سنة لسن 60 سنة، لكن الاسباب بتاعته مجهوله. وهو ده بس كنا حابين ان احنا نقول نبذه عنه، الموضوع اثار ضجه شويه على وسائل التواصل الاجتماعي. نرجع للموضوع الاهم والاكبر، هو موضوع ايبولا. ايه الجديد في ايبولا؟ هو طبعا تصريحات مدير منظمه الصحه العالميه دكتور تدرس بخصوص ان البلدان تعلن الارقام الحقيقيه الخاصه بالوباء. طب هو عاوز الارقام الحقيقيه ليه؟ منظمه الصحه العالميه موجوده هناك. هو طبعا بس هي منظمه ضعيفه من ساعه قطع التمويل الامريكي وتخفيض التمويل الالماني ليها، وقلنا قبل كده ان هم صرحوا ما يقرب او يعني مشوا ما يقرب من 3000 موظف. فهي النقطه ان مفيش تمويلات كفايه على الرغم من الحاجات اللي احنا بنشوفها على التلفزيون، ودي معونات جايه من دوله كذا ودي معونات جايه من دوله كذا، لكن الموضوع طبعا هو يعني ده التلت اللي هم محتاجينه، بس التلتين مش موجود. فهو عاوز الارقام الحقيقيه عشان ده يسبب نازع عند الكثير من الدول ده ممكن يوصل لها، فتكون من المانحين ويكون يعني التبرعات اكبر والمنح اكبر عشان يقدروا ان هم يصدوا الوباء. وده طبعا هيبقى نجاح يحسب لمنظمه الصحه العالميه اللي حاليا ما باليد حيله. طيب هو ما فيش امن. المشكله الاكبر كان فجرها مراسل او كبير مراسلين نيويورك تايمز لما راح بونيا وزار احد المشافي هناك، لبس الواقي وراح زار المشافي هناك. هو الموضوع نزل على اكتر من منصه، نزل على بلومبرج وعلى النيويورك تايمز وعلى اكتر منصه. هو دخل وصور. هو المستشفى هي مشفى مش مستشفى، ما ينفعش يتقال عليها مستشفى، هي مشفى. اولا ما فيش امن موجود على المشفى. يعني اللي عاوز يدخل يدخل، اللي عاوز يخرج يخرج، كله براحته جدا. طيب الناس اللي داخله ما فيش لبس واقي اصلا. الوضع هناك سيء للغايه، يعني جدير بالذكر ان يعني ما فيش حتى كمامات. عاوز اقول لكم ان المشفى ما فيهوش لا اكل ولا فيه ميه. اقارب المريض هم اللي بيتكفلوا بالموضوع دوت، وبيجوا يزوروه ويدوا له الاكل ويدوا له الميه. طب لابسين لبس واقي او حاجه يحتموا بيها؟ لا. في حتى كمامه؟ للاسف لا. يعني هو الموضوع كان شوك او صادم جدا. يعني انا اتفاجئت كمان كان في طفل والده هو كان اتصاب وكان نزل دم من مناخيره ودرجه حرارته عليت وما الى ذلك. الطفل محطوط على السرير جنبيه جثه تحت على الارض. يعني هي المناظر صادمه. مش هنقدر طبعا احنا ننزل صور كتير بخصوص الموضوع ده لان الموضوع صادم، بس هو دلوقتي الاراء كلها بعد ما ظهرت الحقائق ديت، لا هو الموضوع هينتشر. يعني ما فيش كلام، زي ما ظهر حالات في ايطاليا وزي ما ظهر حالات في الهند وزي ما وصل اوغندا وجنوب السودان، وفي حالات في امريكا بس طبعا بتتعالج في المانيا. لا هو الموضوع هينتشر. الموضوع كده مش كده محدش هيصمت قدام الوباء دوت، لان هو حاجه من الحاجات الصعبه، فيروس من الفيروسات الصعبه، وخصوصا ما فيش لا لقاح، يعني ولسه بادره الامل عن اللقاح. يعني احنا بنتكلم في 9 شهور تقريبا، يعني الموضوع لسه بعيد المنال قوي يعني. طيب هو دلوقتي الوضع ايه؟ هو دلوقتي طبعا احنا كله يخلي باله من نفسه اول حاجه، لان هي ديت يعني مشكله كبيره. هو دوت طبعا الفيروس ده من ساعه ظهوره ونشاته يعني قتل ما يقرب من 16,000، بس طبعا دي مش الارقام الرسميه خالص، لان في بلدان زي كده بالمستوى الطبي اللي احنا بنتكلم فيه دي مش هيكون فيه احصاءات رسميه. واقل حاجه هو مدير منظمه الصحه العالميه، لان كله خايف من الاغلاق، ما بيقولش ارقام حقيقيه، فضلا ان ما فيش اصلا معونات طبيه وتحاليل كافيه تقدر ان هي تتعمل، ولا ان هم يصدوا الوباء دوت بالوضع الحالي. النقطة التانية، طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هو كده كده هينتشر.
احنا دلوقتي نعمل ايه؟ هو اول حاجه نخلي بالنا منها هو موضوع الحجاج. طبعا الحجاج دلوقتي هيبتدوا في التوافد، كله هيرجع لبلده، وزي ما قلنا قبل كده وحذرنا برضه، كان في خبراء كتير قال لك في حدثين هينشروا الاوبئه ده، سواء هانتا او ايبولا او نيباه بتاع الهند او اي فيروس تاني، لان التغير المناخي معرضين لفيروسات كتير تطلع ويحصل لها تحورات وما الى ذلك. طيب احنا نحمي نفسنا ازاي؟ اول حاجه لو ليك حد في موسم الحج ما نروحش نزوره على طول، لازم ننتظر شويه، يعني ننتظر بتاع اسبوع او 10 ايام عشان لو ظهرت عليه اي اعراض او اي مشكله، عشان الموضوع ما ينتشرش. الابتعاد طبعا عن المرضى، الحد اللي تلاقيه مريض او راجع من موسم الحج حاول انت يعني تتجنبه، خصوصا الناس السوبر سبريدر اللي اتكلمت عليها الابحاث كتير، الناس اللي مناعتها ضعيفه وبتقدر تنشر الفيروس بطريقه كبيره جدا، ناس تاخد كيماوي او علاج بيولوجي او مناعتها ضعيفه. في طبعا لو في اي حد يعني من قرايبنا موجود عنده المشاكل دي، يا ريت ان احنا نتجنبه الفترات اللي جايه. النقطه الثانيه، لما نحس بوجود حراره او ارتفاع في درجات الحراره، نحاول ان احنا نعزل نفسنا، ناخد طبعا خافض للحراره عشان نوطي درجه الحراره، بس نخليها في رينج 38 او فوق ال 38 حاجه بسيطه. ليه؟ عشان الانترفيرون اللي بيطلع ده بيثبط وبيقلل كتير الريبليكيشن بتاع الفيروس، بيضعف الفيروس. طبعا في حالات ما ينفعش معاها الكلام ده زي الحوامل وما الى ذلك، لان الحاجات دي لازم طبعا تكون تحت اشراف طبيب. النقطه الثانيه او العلامه هي النزيف من الانف، ودي مشكله كبيره، ودي احد الدلائل. والنزيف كمان ممكن يكون من اللثه، بس ما نكونش مثلا بنلعب في اسناننا واتخبطنا او بالخله عورنا نفسينا نقول ده كده ايبولا، لا الموضوع مختلف طبعا. النقطه اللي يبقى فيه التهاب في الحلق، والاجهاد العام، فقد الشهيه، الم في البطن، القيء، بنلاقي حمى نسفيه، ده بيظهر زي بقع حمراء على تحت الجلد، بس دي ما بتظهرش مع البشره السمراء كتير، بتظهر اكتر مع اصحاب البشره البيضاء. دي العلامات بتاعتها، والفور ظهور اي حاجه من الحاجات دي يا ريت تعزل نفسك على طول. اي حد في البيت يا ريت يبقى لابس الكمامه، التعقيم على طول بالكحول، استشاره الطبيب على طول. وان شاء الله نعمل حلقه تانية ازاي بقى ان احنا نواجهه بس بالطرق الطبيعيه طبعا، لان مفيش لا علاج ولا لقاح. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.